اتجننت، ما انا قاعد اخبط انه كل مره نفس الحكايه. السلام عليكم. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني في عقر داره، ويهاجم حسام حسن بسبب لاعب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز النادي الأهلي فارجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني في عقر داره في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، ليضع الأهلي قدما في نصف النهائي، وهذا الذي جن جنون الإعلامي عمرو أديب وقال: والله برافو للاعبة الأهلي. اللاعبة دي يا جماعة جت من ماتش كرواتيا، راحت على المطار على طول لتلعب النهارده قدام سيمبا التنزاني في رمضان. ايه الروح اللي عند الأهلاوية ديت يا جماعة؟ والله أنا مش مصدق نفسي. الناس كلها كانت بتقول إن لاعبة الأهلي مرهقة والأهلي هيشيل نتيجة كبيرة في مباراة سيمبا، بس على مين؟ ده دول رجالة الأهلي اللي دايما بيكونوا عند حسن ظن الجماهير بتاعتهم. مش احنا يا زملكاوية لو لعبنا ماتشين ورا بعض تلاقي نص لعيبة الزمالك اللي عنده شد في السمانة واللي في الخلفية واللي جاله رباط صليبي، وده أحمد نبيل كوكا اللي جاب جون المكسب للنادي الأهلي النهارده. اللي رضا عبد العال كان بيهاجم حسام حسن وبيقول انت جايب لاعب ما بيلعبش أساسا، ما يعرفش ان أحمد نبيل كوكا لو كان في كاس افريقيا كان هيبقى من اهم اللاعبين. بس هنقول ايه، اللاعب اتصاب وكان حظ وحش وما راحش مع المنتخب. فيجي الهجاص رضا عبد العال يخبط في اي حاجه في النادي الاهلي. اهو كوكا النهارده رد عليك وصفعك على قفاك. بس انا عايز اقول له حسام حسن، انا مش عارف انت بتعمل مع لاعبة الاهلي كده ليه؟ انت يا راجل حرام عليك، ما ريحتش لاعبة الاهلي في ماتش كرواتيا، ده منتخب تنزانيا ساب لاعبته لسيمبا. اشمعنى انت يا راجل؟ اللاعبة دي مسافرة يجي 12 ساعة في الطيارة لتنزانيا وما ريحتش خالص. والاهلي لو كان خسر النهاردة انت كنت هتكون سبب الخسارة. لازم تراجع نفسك وحساباتك مع النادي الاهلي، لان القوام الرئيسي للمنتخب المصري من النادي الاهلي، وما ينفعش تعادي النادي الاهلي. واحنا كلنا عارفين اللي بيعادي النادي الاهلي بيخسر كتير وممكن يشيلوك فيها يا حسام يا حسن. وكفاية عليك هم صلاح. وانا بصراحة كده يا حسام يا حسن، انا عارف انك جاي كبش فدا وهتمشي، يعني هتمشي شهر شهرين بالكتير ومش هنشوف حسام حسن تاني هو ولا اخوه، عشان كفة صلاح هي الارجح. وانت خبطت في صلاح وصلاح لا بيرد عليك ولا عايز يكلمك اساسا. ومبروك لكل الاهلاوية الفوز النهارده، واعتقد النادي الاهلي هيكون في نص النهائي وهو اللي هياخد بطولة افريقيا. وبفتكروا كلامي يا اهلاوية، الاهلي هو بطل افريقيا السنة دي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.